فيلمنا بيبدأ في المستقبل القريب لما بنعرف إن كوكب الأرض بقى مكان غير آدمي وما ينفعش يتعاش عليه بسبب الحروب النووية اللي حصلت. فبنقابل مجموعة رواد فضاء كده قالوا لك إيه، إحنا نطلع القمر نعمل لنا كام مستعمرة عشان ننقل بقى ونعيش فوق. بس الخطة ما مشيتش زي ما كان متخطط لها، والمستعمرات فشلت فشل ذريع. قاموا غيروا الخطة وقالوا إحنا نعمل مناجم نجيب بيها موارد من فوق القمر. وقتها العمال بيشتغلوا حوالي 20 ساعة في المناجم دي، وبعدها هيطلعوا على كوكب اسمه أوميجا. بنعرف إن الحياة عليه شغالة زي الفل عادي، بس الرحلة للكوكب ده هتاخد بتاع 70 سنة مثلا، فهيضطروا إنهم يستخدموا خاصية النوم بالتبريد. في الوقت ده بيبقى عدى 50 سنة كاملين على العمال اللي في المناجم، فبيتجوزوا بقى وبيخلفوا أطفال والأطفال بيكبروا، وساعتها بيبقوا حاسين بزهق بقى من عيشتهم في المناجم والروتين الممل اللي بيتعاد كل يوم. وفي يوم بتنتشر إشاعة إن في جسم غريب خبط في القمر وساب حفرة كبيرة جدا، لكن محدش بيبقى مسموح له يقرب من الحفرة دي مهما حصل. في المشهد ده بنشوف الأولاد وهم بيحاولوا يسرقوا مركبة فضاء عشان يهربوا بيها من المناجم، وأول ما بيلاقوا حد كبير معدي بيستخبوا بسرعة عشان ما يشوفهمش، وبعد ما بيمشي بيطلعوا يكملوا دعبسة كده من جديد. هنا بنقابل ولد اسمه دايلان، بيبقى بيحاول يشغل كده المركبة الفضائية عشان يطلعوا بيها، بس بيعمل حركة غبية جدا وبيدوس على جرس الإنذار بالغلط. وفي الوقت ده بنقابل ولد تاني اسمه كالب، بيبقى واقف بعيد كده وماسك في إيده كبسولة وسرحان، وبيقول لماذا نحن هنا. وبيفضل يفكر في حياته بعد ما أبوه وأمه ماتوا وسابوه وحيد، ومصيره الوحيد هو إنه بعد ما يوصل لكوكب أوميجا يشوف له عيلة تتبناه ويعيش حياته تاني معاهم. بس كالب ما بيبقاش عايز يسيب المكان اللي كبر واتربى فيه مع صحابه، بس المسؤولين عن الرحلة دي بيقولوا له إنه خلاص هيمشي مع عيلته الجديدة بعد 3 أيام. وهنا كالب بيفتكر ذكرياته مع مايكل باباه لما كان بيقول له ما يخافش من السلالم العالية، فبياخدوا وبيطلعوا السلم عشان يتفرجوا على الفضاء. وساعتها مايكل بيقول لابنه إن حتى لو الحياة فرقتهم عن بعض فأرواحهم هتفضل تتلاقى. وبعيدا عن الذكريات بنلاقي دايلان، بورني وماركوس صحاب كالب وهم طالعين له كده عشان يقعدوا معاه، وساعتها بيتضايقوا لما بيعرفوا ان كالب خلاص هيمشي ويسيبهم، فبيبقوا عايزين يغامروا لآخر مرة مع بعض، وبيخططوا يطلعوا يتفرجوا على فوهة البركان. فبيروحوا يسرقوا شوية أدوات هيستخدموها في المغامرة بتاعتهم، وفي الوقت اللي بيبقوا بيشوفوا الحاجات اللي سرقوها، وساعتها بيروح كالب لواحد من رواد الفضاء وبياخد منه الكبسولة واللي بنعرف إن فيها رماد جثة أبوه. وفي الغداء الأولاد بيكتشفوا إنهم لازم يبقى معاهم رمز المرور عشان يقدروا يخرجوا، فبيروح دايلان يتكلم مع بنت اسمها أديسون، بتبقى قاعدة لوحدها وما عندهاش صحابة عشان بتبقى لسه جاية المكان جديد، والكل بيبقى شايفها غريبة ومن الآخر يعني ما تتصاحبش. أديسون بنت عالم تبع الفريق العلمي، وده معناه إنها تقدر توصل لرمز المرور بمنتهى السهولة، لكن لما دايلان بيروح لها أديسون بتتحرج وبتقوم تمشي من قدامه، بس دايلان بيروح وراها وبيجيب لها من الآخر وبيقول لها إنه عايزها في مصلحة. ولما أديسون بتعرف إنه عايز رمز المرور بتوافق تجيبهوله، بس بشرط إنها تبقى صاحبتهم وتروح معاهم المكان اللي رايحينه رجلي على رجلك يا معلم. بنرجع تاني للحاضر في المشهد اللي دايلان بيشغل فيه الإنذار، فبيقوم كالب ويفصل الإنذار بسرعة قبل ما الموضوع يكبر، ودلوقتي الأولاد بيقدروا يطلعوا على المركبة ويطلعوا بيها، وساعتها دايلان هو اللي بيبقى مسؤول عن القيادة. بعدها بنشوف كالب وهو بيدخل الرمز اللي أديسون جابته، أما أديسون فبتطلع لعبة كده صغيرة وبتحطها قدام دايلان عند المقود، وبتقوله إنها حاجة كده متعودين يعملوها على كوكب الأرض. وهنا كالب بيبقى سرحان مرة تانية في كلام أبوه، في نفس الوقت اللي المركبة بتاعتهم بتعدي من الممر كده عشان تطلع الفضاء. ولما بيطلعوا بره بيفضلوا يتفرجوا على المنظر الجميل قوي ده، وبنشوف ماركوس وهو بياخد دواء القلب بتاعه. وبعد ما الأولاد بيمشوا بالمركبة شوية بيقابلوا هيكل عملاق جدا وما بيبقوش فاهمين ايه ده. وقتها كالب بيقول لهم ان مايكل كان قايل لهم عن المكان ده، وقالوا ان الهيكل ده موجود من وقت المستعمرات اللي كانوا بيبنوها على القمر، ومن ساعة ما لقوا كوكب أوميجا وهم ناسين القمر خالص وناسين الشغل اللي العمال الغلابة عملوه. وقتها أديسون بتقول لهم انتم مكبرين الموضوع ليه؟ دول يا دوب يعني 20 سنة يعني.
وبعدها تسافروا الكوكب الجديد. بس اللي أديسون ما تعرفوش إن أي غلطة صغيرة العمال أو أبناء العمال بيعملوها، ال20 سنة اللي هيشتغلوها هتزيد سنين كمان. ولو حد منهم مات قبل ما يقضي وقت الشغل بتاعه، بيشوفوا حد من قرايبه يشيل الوقت اللي باقيله مكانه. يعني مصلحة المشروع أولا ومش مهم العمال. لكن لما أديسون بتفهم اللي فيها، بتعتذر لهم وبتفضل تتكلم معاهم عن الحياة على كوكب الأرض عاملة إزاي، وبتحكي لهم عن الأشجار والسماء والمحيط. وبعد شوية كل واحد فيهم بيلبس البدلة بتاعته وبيستعدوا عشان ينزلوا وياخدوا جولة كده على سطح القمر. وقتها بدلة أديسون بتبقى مختلفة وأحلى من باقي الأولاد، لأنها بنت يعني حد مهم. وهنا كل الأولاد بينزلوا بقى وبيفضلوا يتنططوا ويلعبوا ومبسوطين بمستوى الجاذبية اللي مخليهم ينطوا عالي. ووقتها بيشوفوا كوكب الأرض لأول مرة وبينبهروا بلونه الأزرق. وفي المشهد ده أديسون بتقرر تعلمهم لعبة البيسبول، وبيستخدموا حجارة وعصيان بدل الكورة والمضرب. بس لما بيرموا الكورة في الفضاء بتطير بعيد وما بترجعش بسبب الجاذبية طبعا. ووقتها أديسون بتحس بإحباط، فبتبعد مع نفسها 5 هدوء كده، وبتبدأ تفتكر بيتها وتحن للوطن، وبتحس إنها عايزة تملك كوكب الأرض بإيديها. بس فجأة أديسون بتبص وراها لما بتسمع دوشة، فبالتالي الأولاد بيطيروا بالاسطوانات الأكسجين اللي معاهم، لكن بيبقوا رابطين نفسهم في المركب عشان يفضلوا مسيطرين على الوضع. بس أديسون بتتضايق من تهورهم وبتقول لهم إنهم كده بيهدروا الأكسجين على الفاضي. بس دايلان بيستفزها وبيقول لها ده انتي بس اللي جبانة حبتين. فبتروح تلعب معاهم هي كمان بعد ما دايلان قدر يقنعها. وساعتها بيفضلوا بقى يتسابقوا ويشوفوا مين هيوصل أعلى من التاني. لحد هنا الدنيا كانت ماشية تمام ومفيش حاجة والكل مبسوط. لكن الوضع بيسوء أكتر لما بورني بيتفك وبيفقد السيطرة على جسمه وبيطير في الفضاء. فالباقي بيجروا طبعا عشان يجيبوا الاسطوانات الأكسجين الزيادة عشان يروحوا يساعدوا بورني. بس لما بيطلعوا له فوق عشان ينزلوه بيفقدوا السيطرة وبيفضلوا يعوموا في الفضاء لحد ما بيخبطوا كلهم في بعض، فبيمسكوا في بعض وبسبب وزنهم الحمد لله بينزلوا تاني على سطح القمر بالسلامة. لكن كده في مشكلة تانية، وهي انهم تقريبا خلصوا كل كمية الاكسجين اللي كانت معاهم وما بقوش عارفين اذا كانوا هيقدروا يوصلوا لفوات البركان ولا لا. وساعتها كالب بيقول لهم ان في اسطوانات تانية موجودة في بقايا المستعمرات اللي كانوا بيبنوها، ممكن يروحوا يجيبوها من هناك. بس بورني بيعترض وبيبقى خايف وبيقول لهم انه سمع ان المكان ده مليان اشباح ومش هينفع يروحوه. بس دايلان بيمسك في بورني وبيقول له انت جبان زي اخوك. فبيرد بورني عليه وبيقول له على الاقل مش جبان زي ابوك. بس يا سيدي وبيمسكوا في بعض وبتدب خناقه بين الاتنين لحد ما الشيخ العرب كالب بيتدخل وبيقول لهم دي مش طريقه يا جدعان نتكلم بيها، يعني دول اخر كام يوم ليا معاكم، ما تقفلوهاش بقى يعني بالشكل ده. فبيحترموا بقى نفسهم وبيتصالحوا والموضوع بيعدي. وبعد كده بنشوف المجموعة وهما بيكملوا طريقهم للمستعمرة. بس ساعتها الدنيا بتبقى ضلمة جدا وبيبدأوا الأولاد يشوفوا أجسام في الضلمة وكأنها يعني جسم بشري، فبيتخضوا وبيروحوا ينوروا النور بسرعة. بس بيكتشفوا إنها غرفة تجريبية للمستعمرات اللي كانت هتتبني. وهنا دايلان بيحكي بقى قصة حياته لأديسون، وهو بيقول لها إن أبوه ساب المكان كله وهرب، وده سبب كلام بورني. أما كالب فبيبقى سرحان كده في ذكرياته مع باباه والكلام اللي كان بيحكي له عن مامته قبل ما تموت. وبعد شوية بحث وتدوير الأولاد بيوصلوا أخيرا لاسطوانات الأكسجين، وساعتها بيلاقوا مخزون أكل فبيولعوا نار وبيقضوا الليلة في نفس المكان وبيحكوا بقى ويتكلموا مع بعض. فبتكمل أديسون حكاويها عن كوكب الأرض والحاجات اللي عمرهم ما شافوها، وكمان بتحكي لهم عن أمها وأبوها اللي انفصلوا. فقررت الأم إنها تاخد ابنها وتهرب بيه على كوكب أوميجا وتسيب أديسون مع أبوها. وده معناه إن أديسون عمرها ما هتقدر تتكلم مع أخوها ولا تشوفه. بس فجأة وهما بيتكلموا بيلاقوا موسيقى اشتغلت كده مرة واحدة لما بورني داس على حاجة بالغلط، وبيكتشفوا إن المكان مربوط بجهاز كمبيوتر. فبالله الأولاد صاروا مرة واحدة من التكنولوجيا والنعيم اللي في المستعمرات اللي كانت هتبقى فيه. فبيفضلوا يكسروا أي حاجة في المكان، الأرض والحيطان والأجهزة، وبعدها بيفضلوا يلعبوا حرب المخدات وبيجروا بيتنططوا في المكان ولا هممهم حاجة. وبالليل والكل نايمين أديسون بتبقى لسه صاحية، فبتروح تقعد مع كالب اللي بيبقى صاحي برضه. وساعتها كالب بيحكي لها عن صداقته هو دايلان، وبيقول لها إن هو الوحيد اللي خلاه ياكل من أكله لما ما كانش معاه أي أكل، ومن ساعتها وكالب معتبره أفضل صديق.
ومش عارف لما يمشي دايلان هيبقى حاسس بإيه، بس أديسون بتطمنه وبتقوله إنها هتفضل جنبه ومش هتسيبه. وتاني يوم الصبح الأولاد بيصحوا من النوم وبيقرروا يرجعوا المركبة عشان يكملوا طريقهم للفوهة، بس هما في السكة بيلاقوا بطارية المركبة خلصت وبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه. بس أديسون بتتصرف وتبعت نداء استغاثة للسفينة الكبيرة عشان حد يجي يلحقهم، وبتقول لهم الإنقاذ هيجي كمان كام ساعة. فبيقرروا ينزلوا من المركبة ويكملوا طريقهم لحد الفوهة مشي. فبيلبسوا بقى بدالهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا أخيرا للفوهة، واللي بتبقى عبارة عن حفرة كبيرة جدا. وساعتها كالب بيفتكر باباه تاني، وبيفتكر إنه كان عايزه يوصل للفوهة ويشوفها، فبيبقى بيتمنى إن مايكل دلوقتي يبقى فخور بيه. وبعد كده بيتفاجئوا لما بيوصلوا عند جوه الفوهة وبيلاقوا مباني وأنوار. إيه الموضوع ده يا جدعان؟ وبنعرف إن المباني دي عبارة عن أعمدة، وبالصدفة بيمسحوا عمود منهم بيلاقوه مكتوب عليه جملة الماضي مش بعيد. وبعدها بيدخلوا جوه أكتر، فبيلاقوا باب بيودي كده على مكان تحت الأرض فيه أكسجين عادي جدا. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا أوضة فيها شجرة في النص مكتوب عليها شوية كلام. فبيلاقي أديسون بدأت تتعرف على المكان، وبتفضل كده تضغط على الحيطان زي المجانين لأن محدش فاهم هي بتعمل إيه. بس بعدها بثواني بنلاقي زرار ظهر في الحيطة، ولما أديسون بتضغط عليه كل المكان اللي حواليهم ده بيتحول لمنظر طبيعي كأنهم في غابة. ودي بقى يا صاحبي أول مرة الأولاد يشوفوا فيها كوكب الأرض عامل إزاي على الحقيقة. بس لما بيكملوا جولتهم وبيبدأوا بقى يلمسوا المكان والأشجار بيكتشفوا إنها مجرد صور يعني ثلاثية الأبعاد مش أكتر، بس التجربة بتبقى نفسها لذيذة جدا. وفي المشهد ده كالب بيلاقي نجم على الأرض، ولما بيروح يلمسها بيلاقوا كل حاجة اختفت، وبيتفاجأ كالب إن النجمة اتحولت اللوح. ولما كالب بيشيل اللوح ده بيلاقي صورة لمامته وباباه مع بعض، وبيلاقي كبسولة فيها رماد جثة بتاعت أمه. فبيفهم كالب ليه مايكل كان عايزه يوصل لفوهة طول الفترة دي. فبياخد كالب الصورة وبيحط الكبسولة بتاعت باباه جنب الكبسولة اللي موجودة. بس دلوقتي كالب بيبقى حزين جدا ومش عايز يمشي لأنه بيبقى حاسس إن القمر هو موطنه الأساسي. بس دايلان بيحاول يفوقه بيقوله إن في كوكب اسمه أوميجا كلنا بنحلم نطلعه وبنشتغل عشان نوصله أخيرا. بس هما بيتكلموا ماركوس بيقع من طوله مرة واحدة لأن المكان بره المركبة بيقلل ضغط الدم فبيتعب. وهنا كلهم بيساعدوا ماركوس إن هو يخرج من المكان، بس لما بيخرجوا بتبدأ أمطار من الشهب. فبيبدأ كالب كده بيقول لهم كلام حماس، فبيبدأوا بقى يجروا هم شايلين ماركوس. بس هم ماشيين وبيحاولوا كده انهم يتفادوا الشهب اللي بتنزل عليهم. بينزل واحد من الشهب جنب أديسون فبتقع وبتضطر تستخبى وما تكملش جري. بس لما الأولاد بيوصلوا المركبة بيلاحظوا غياب أديسون، فبيفضل بورني مع ماركوس عشان يرعاه ويديله علاج. أما دايلان وكالب فبيرجعوا لأديسون عشان ينقذوها. بس وقتها بينزل شهاب تاني عند دايلان وبيغمى عليه، لكن لحسن الحظ البدل اللي هما لابسينها بيبقى جاي معاها جهاز يصلح فيها أي كسور أو خلل. فبيصلحوا بدلة دايلان وبيشيلوه وبيكملوا طريقهم للمركبة. بس هما راجعين بينزل شهاب تالت عند كالب فبيقعوا هو شايل دايلان، بس أديسون بتساعده يقوم من تاني وبتقول له قوم يا كبدي، وبتاخده للمركبة بسرعة. بس للأسف بقى لما الكل بيوصل المركبة بيكتشفوا إن شباك المركبة اتكسر نتيجة الشهب اللي نزلت، فالأكسجين هيقل وهيضطروا يقعدوا لحد ما الأكسجين اللي في المركبة يخلص ويعتمدوا بس على الأكسجين اللي في البدل بتاعتهم. فبنشوفهم وهما بيتلموا جنب بعض عشان لو ماتوا يموتوا مع بعض، وبيفضلوا على الحال ده لحد ما بيناموا. بس بعد دقايق كالب ودايلان بيصحوا وبيتكلموا مع بعض، وبنعرف إن كالب لازم يمشي قبل ما الأكسجين يخلص. بس لما كالب بينام تاني بيسمع أصوات بني آدمين في المكان، وبعدها بيصحى من النوم وبيتفاجئ إن في مكان تاني من غير صحابه. فبيضايق جدا إن هو مودعهمش لآخر مرة قبل ما يمشي. ولما كالب بيفتح شنطته بيلاقي جواها الصورة بتاعت مامته وباباه واللعبة بتاعت أديسون. وهنا بتدخل ممرضة ومعها جهاز تسجيل صغير لكالب، ولما كالب بيشغله بيلاقي عليه رسائل كتيرة من أصحابه طول ال 75 سنة وهم بيحكوا له عن حياتهم وعايشين إزاي. يعني ماركوس مثلا اتعلم بيسبول وعمل فريق كامل، أديسون عملت إضراب عشان تحسن عقود الشغل بتاعت العمال في المناجم، أما بورني فبنعرف إنه بقى مسؤول كبير في المناجم. وبنعرف إن أديسون ودايلان اتجوزوا وخلفوا أولاد وأحفاد كمان. ساعتها كالب بيبقى عنده لخبطة مشاعر كده، مبسوط لصحابه بس في نفس الوقت زعلان إن هو مش معاهم. وفي المشهد ده كالب بيبدأ حياة جديدة على كوكب أوميجا مع عيلته الجديدة اللي بتتبناه.
ومن بعدها وهو بيحاول يكون صداقات بقى ويشوف حياته. بس في مرة بتجيله فكرة إن هو يروح يدور على أخوه أديسون، ولما بيلاقيه بيديه اللعبة بتاعت أديسون وبيسمعه الرسائل بتاعتها اللي كانت بتبعتها له، وبيقعد يحكي له عن المغامرة اللي عاشوها سوا قبل ما يوصل هنا. وبس كده يا صاحبي بتكون العظمة بتاعتنا خلصت النهاردة، وأشوفك في العظمية اللي جاية. سلام.